المرأة بعد وقبل الثورة المصرية؟ ليه المرأة بقت بتحس بحالة من الضيق لتراجع دورها في المجتمع وتهميش دورها؟ كمان هنتكلم عن مكانة دور المرأة عبر التاريخ، قد ايه التاريخ المصري القديم الحقيقة والتاريخ الفرعوني نصف المرأة، وقد ايه كمان الأدب في كتير من الحالات نصف المرأة. هنتكلم الحقيقة النهاردة مع دكتور أحمد عفيفي المستشار الإعلامي لمؤسسة دار المعارف. دكتور برحب بيك ومنورنا. أهلا بيك يا فندم. دكتور باختصار كده كلمني عن دور المرأة عبر التاريخ. الحقيقة قبل ما نبدأ نتكلم على المرأة، الحقيقة أنا عايز أبعث برسالة شكر وتقدير لأمهات شهداء ثورة 25 يناير ولكل أم مصرية الحقيقة، لأن السيدة المصرية سيدة عظيمة، سواء أم سواء زوجة سواء أخت سواء ابنة. الحقيقة عادات وتقاليد الشعب المصري بتحترم المرأة عبر التاريخ. يمكن احنا شفنا القدماء المصريين حضرتك كانوا بيوصلوا المرأة إلى درجة القداسة، كانوا بيقدسوا المرأة يمكن، وكانوا بيألهوها زمان طبقا للأعراف الفرعونية القديمة. يمكن انت حضرتك شفتي حتشبسوت وشفتي كيلوباترا، وشفتي شفنا سيدات عظام حكموا البلد دي. فاحترام المرأة ضارب في أعماق التاريخ المصري. طب ضارب في أعماق التاريخ المصري، وبعدين ايه اللي حصل لنا دلوقتي؟ حضرتك اكيد حاسس باحساس المراه، واكيد حاسس ان المراه حاسه بنوع من التهميش ليها ولدورها. ايه اللي حصل؟ لا طبعا احنا ما نقدرش نقول تهميش، ولكن احنا بنقول في تغيير في بعض المفاهيم، ومش تغيير دائم، تغيير مؤقت نظرا للاحداث الجاريه. يعني يمكن في الفتره الاخيره احنا شفنا تناول الروايه المصريه والادب المصري والعربي الحقيقه لدور المراه بشكل مغاير شويه في بدايات القرن العشرين. ما انا عايز نبدا من البدايه عشان نصل ونحلل ونصل الى الفكر القائم وازاي نعالجه الحقيقه. يعني دايما انا بحب في البرامج اللي بطلع فيها ان يبقى في حلول دايما، يعني تبقى روشته كده ان احنا نمشي عليها عشان نصل الى حلول، ما نطرحش قضيه الا اذا كنا نصل الى حل. فيمكن تناول المراه، ويمكن من خلال مين نجيب محفوظ وغيره تناول المراه على اساس ان هي السيده المنكسره، السيده الخاضعه للراجل. يمكن حضرتك شفتي روايه السكريه بين القصرين والسكريه القصرين، كيف كانت تصور المراه في هذه الروايات وتناولها ازاي في بدايات القرن العشرين. لكن اتباعا لما ظهر بقى ناس عظام، سيدات عظام الحقيقه، يمكن في مجال السياسه شفنا بيت الامه كان حرم الله يرحمه مصطفى النحاس كان موجود، وكان ليها اسهاماتها الكبيره. بس انا هوقف حضرتك بس في النقطه دي، لان حضرتك بتتكلم عليه بالنسبه لنجيب محفوظ ده في الثلاثيه فقط، لكن هو ليه اكتر من روايه يعني مجد جدا دور المراه. لا ما انا مع حضرتك، من لسه جاي بقول لحضرتك ظهر سيدات عظام اثروا الحياه الثقافيه والصحفيه، فبداوا يغيروا مفاهيم الكتاب عن المراه وعن دورها الرائع والرائد في المجتمع. انا مع المراه الحقيقه. يعني اصل حضرتك صورت، هل نجيب محفوظ ما كانش مقدر لدور المراه؟ لا كان مقدر تماما، ولكن انا بقول لك كان في تناول سيء لدور المراه، فده اثر في وجدان بعض الاشخاص. بس انا بختلف مع حضرتك في النقطه دي، لانه يعني بالنسبه لنجيب محفوظ ما كانش ليه تناول سيء للمراه، هو عبر عن صوره معينه هو شايفها في المجتمع في التوقيت في الحي ده، الحي الشعبي ده، وعبر عن صوره المراه اللي هي الخانعه الخاضعه لسي السيد بقى. بس دي في روايه واحده من رواياته او مجموعه قصصيه اللي هي الثلاثيه، لكن في اكتر من روايه ليه هو كان ليه يحترم المراه تماما وكان ليه رؤيه مغايره تماما عن ده. لكن انا عايز اقول لحضرتك معظم الكتاب ليه تغير المفهوم عن في تناول المراه على الشاشه وفي الدراما وفي الادب، ان في سيدات عظام زي سهير القلماوي وزي الحقيقه مجموعه رائده من السيدات ظهروا في مجال الصحافه والثقافه والاعلام والاداب والعلوم، فبداوا يغيروا نظرة المجتمع للمرأة، فبدأ يتم تناولها بشكل محترم وشكل رائد وشكل هايل في الفترة الأخيرة. لكن احنا هنقول المتغير اللي احنا فيه، وكنت دايما بحب اناقش الموضوع ده، ان بعد ثورة 25 يناير الحقيقة حصل يمكن هزة في العادات والتقاليد المصرية. مش هنقول ظاهرة،
لكن هنقول في بعض الخارجين على القانون والغير مثقفين والغير قادرين على الحكم على الامور بشكل موضوعي بداوا يعاملوا المراه بشكل غير منضبط في الشارع. فانا عايز اقول لحضرتك ان ده مش صح، ده ناتج من الانفلات الامني. عشان المراه تسترد الحقيقه حريه الحركه تماما في الشارع، فلا بد ناتج عن الانفلات الامني بس. انفلات الامن بس، لان انا عايز اقول لحضرتك وباكد قيم وعادات التقاليد المصريه ضاربه في اعماق التاريخ في احترام المراه. لكن بس يعني عبر السنين حصل لنا نوع من التشويه في العادات والتقاليد دي، واضح كده. يعني واضح مثلا ان السينما طول السنين اللي فاتت او المسلسلات اللي بنشوفها طول السنين اللي فاتت عملت نوع من التشويه في الفكر المصري. ما انا عشان كده كلمت حضرتك، انت قلتي لي لا، لكن بقول لحضرتك النظره. لا بس حضرتك اصل جبت المثل نجيب محفوظ وانا يعني انت اكيد من قراءه اكيد. اتفضل حضرتك. فاحنا عايزين نرجع ان فكره الامن اول ما هينضبط الامن بشكل او باخر في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وبدا الحقيقه الامن يتعافى، المراه هتبتدي تتحرك بحريه كامله في الشارع. لكن الظاهره اللي لفتت نظري بقى الحقيقه ظاهره التحرش اللي بدات تطفو على السطح، لدرجه ان في بعض المنظمات العالميه بدات تقول ان المصريين ظاهره التحرش فيها وصلت الى المرتبه الثانيه عالميا بعد مين؟ بعد افغانستان. بالظبط. دي حاجه غريبه جدا. ما انا عايز يعني هل المنظمه دي صادقه؟ يعني انا بكلم حضرتك كسيده فاضله بتمشي في الشارع، هل انت بتبقي حاسه بعدم الامان تماما في المشي في الشارع؟ ده يعني 100% بصراحه، منتهى الصراحه. يعني حضرتك عايز تقول كلام غير اللي انا بحسه؟ لا انا احنا عايزين نصل الى القضيه ثم نبتدي نعالجها. طبعا غير امنه بالمره اكيد. يعني عشان بس انزل من بيتي اوصل لعربيتي انا ببقى خايفه جدا ان انا امشي المسافه دي، حقيقي بقول الحقيقه. طيب احنا عايزين نقول ان بمجرد ما هينضبط الامن ويرجع لدوره الطبيعي في الوضع الحالي، اعتقد ان بعض الخارجين على القانون هيتم ردعهم. وهنا انا بطالب القائمين على الامر الان ومن خلال القنوات الشرعيه ان هم يبقى فيه قانون رادع. ما هو احنا عايزين نمشي بالقانون. بس حضرتك برضو في حلك للمشكله بس جبت سيره الامن. طيب هل الموضوع بس بيتلخص في الامن ان هو ينضبط في الشارع المصري؟ لا انا عايز، ما انا بكلمك على فكره كتير قوي لازم نعالجها. حاليا انا بكلمك على فكره ان يبقى في قانون رادع، ان اي مخالف او اي متحرش او اي حد هيقوم بعمل يمس امن وسلامه المراه في الشارع يتم تجريمه بشكل رادع. كل ما دي اول خطوه، دي خطوه مهمه جدا بالظبط كده. وبعد كده اللي هيفعلها القائمين على التنفيذ اللي هو الشرطه. يعني الاول يبقى فيه قانون رادع، 2 يبقى فيه اليات تنفيذه من خلال جهاز الشرطه قوي بحيث ان يبقى فيه انضباط في الحته دي. بعد كده احنا عايزين نقول وسائل الاعلام. وسائل الاعلام والمجتمع المدني كمان لازم يساعد. ارجوكي ان وسائل الاعلام تقول يعني تبتدي تنشر الوعي المحترم، تبتدي تقول البرامج المحترمه، تقول دور المراه ايه ومنزلتها في الاسلام ازاي وفي المسيحيه وفي الاسلام، لان دي حاجه مهمه جدا. بس هاخد تليفون مدام اماني ونرجع مره ثانيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مدام اماني، اتفضلي. ازي حضرتك عامله ايه هنا؟ الحمد لله كويسه زي الفل. بتتكلموا في موضوع مهم جدا بالنسبه للمراه. يعني شوفي في العصر اللي احنا فيه يعني المرأة مهضوم حقها تماما تماما. بصي يعني يمكن أستاذ أحمد ليه رأي يمكن مختلف شوية. لا هقول لحضرتك حاجة. بصي المرأة شوفي ضربت الصحفية اللي اتضربت قدام المرشد المكتب المرشد اتضربت في الشارع ازاي، والتحرش الممنهج في اي حته. ممنهج فعلا. ممنهج طبعا. ده قله، يعني هقول لك ايه بس، قله ادب فعلا يعملوا كده. الاسلام كرم المراه. اصل استاذ احمد استغرب قوي ان انا بقول انه انا ببقى خايفه وانا ماشيه في الشارع. لا فعلا انت ليكي حق تخافي. يعني ست وبعدين لما تيجي تشتكي يعني ما تروحي الاسم تشتكي محدش هيجيب لك حقك حتى. طيب ماشي. غير كمان الشهداء اللي ماتوا دول، الدكتور مرسي قال انا هجيب دم الشهداء ودم الشهداء في رقبتي. فين دوت؟ وبعدين قال هنعيد المحاكمات لقيت كله طلع براءه. فين دوت؟ فين الكلمه الوعود اللي هو قالها الدكتور محمد؟ ما فيش اي حاجه قالها من الوعود نفذها خالص نهائي. يعني هو كان بيضحك على الشعب. يتقي الله في الشعب ده. الشعب تعبان وتعب فعلا وغلبان جدا. وبعدين كمان جايين يعملوا كارد ليه نشحت من الناس ومن الدول العربيه؟ ليه نشحت من الدول العربيه او الدول الاوروبيه؟ ما احنا عندنا مناجم ذهب في مدام امانيه بشكرك جدا وبحترم وجهه نظرك.
حضرتك لو حابب ترد عليها، واضح انها منفعله بس شويه. استاذه اماني منفعله شويه، ولكن انا عايز اقول ان التحرش بالمراه يعني عشان برضه نبقى واقعيين لم يصل الى حد الظاهره في الشارع المصري. لم يصل الى حد الظاهره؟ لا، هي مجموعه، انا باكد